أي قضية تتأخر عند القاضي سنة، تتأخر قضية عند القاضي سنة يعدموا القاضي. احنا نطالب بتفعيل هذا القانون. أكثر من سنة يعدموا القاضي. في حارتي، في الحارة جنبي ناس قضيتهم في المحكمة قضية ورث، اثنين كل واحد يشيل ورثه، للقضية في المحكمة أكثر من 18 سنة. قضية ورث بيقسموه في المحكمة، بيقسموا الورث بين اثنين لهم 18 سنة. والله لو معاهم أملاك قارون ما تجلس 18 سنة، ما تجلس القضية 18، يقسموا الورث. للذكر مثل حظ الأنثيين. تعال يا تعال هذاك حقك، هذاك يلا الله يفتح عليكم. أي شوف 18 سنة 20 سنة 50 سنة يقول لك لا يا أخي القضايا كثير والقضاة قليل هذا كلام فاضي، هذا كلام ما يدخلش الجهل. يقول لي القضايا كثير أقسم بالله أفصل 1000 قضية في يوم، في ليلة وضحاها. ولكن القضاء يشتوا فلوس يا جماعة، يشتوا فلوس، يشتوا زلط. احنا طبيعي نطالب بحقوق القضاة، رواتبهم توصل لهم عشان القاضي ما يسرقش، لأن بعض القضاة نفسه في برست، نفسه يتغتى برست ما بش مع زلط. طبيعي إنه يرتشي ادوا رواتب القضاة، اكرموا القضاة عشان يعدلوا ادوا لهم، وبعدها قاضي يسرق إعدام. فالوضع الآن القضاة ما بش معهم، ادوا لهم علشان نقدر نتكلم ونقدر نلعن أي قاضي فاسد. الآن عاد احنا بنقول يعني عاد معاهم مطالب، عاد معاهم ذا، ومع ذلك ما ينفعش يظلم القاضي، ما ينفعش يأخر